نبتدي. طيب بس في ناس ما دخلتش. نبتدي بقى، واللي يجي يدخل يبقى ايه يحصل. حد عنده مشكلة في حاجة؟ نتوكل على الله. لو في حاجة اكتبوا لنا على الشات يا جماعة. تمام، الشات بيظهر أول بأول كده، الصوت شغال عند الناس كلها. ايوه اتفضل. والله الصوت يعلى أكتر من كده، نحاول كده. وأنا مش عارف المشكلة عندي ولا، لأن الناس المرة اللي فاتت قالت الصوت برضه قليل، وفي ناس قالت الصوت عالي. ف حد عنده، الناس كلها صوت عندها قليل كده، يعني الصوت مش واضح خالص ولا ايه؟ صوت بعيد يعني. نعلي عن كده كمان يا جماعة الصوت أكتر من كده. الصوت واضح أهو، تمام. طب نبتدي يا دكاترة بقى إن شاء الله. النهاردة إحنا عندنا إيه؟ اللي فاتح المايك بتاعه يا جماعة يقفلوا بقى كده عشان نبتدي على طول. عشان المحاضرة النهاردة طويلة، هنعملها 3 أجزاء. أنتوا عارفين البرنامج بيفصل كل 40 دقيقة. هنعملها على 3 أجزاء، كل جزء 40 دقيقة. تمام؟ يعني اللي هيفصل هبعت لكم اللينك على طول على الجروب، ندخل نكمل على طول. خلي بقى الشات على جنب. متأكد إن إحنا بنسجل محاضرة عشان الناس اللي مش هتعرف تحضر. تمام. طيب النهارده هنبتدي ايه اول محاضره عندنا. الناس اللي حضرت امبارح طبعا احنا خدنا بس سبقناكم في الدياجنوز اوف ديس، وهنبقى نقول على السريع كده. تمام. النهارده هنبدا بقى الاي سي جي والاي بي سي والشيست بين والبلمونري ايديما. بسم الله توكلنا على الله. احنا قلنا طبعا انت اول ما تبقى داخل الاستقبال بتتعرف على الناس اللي معاك، بتشوف فين دولاب الاستقبال، بتشوف الادويه اللي فيه موجوده محطوطه ازاي وهي ايه. بتطمن الاجهزه بتاعتك شغاله ولا لا، جهاز السكر، جهاز الضغط، المونيتور، الاجهزه بتاعتك شغاله ولا لا. عشان لو حاله الدنيا اتكركبت عليك في الاستقبال ولقيت كذا حاله وحاجه مش شغاله، هتتاذى انت يعني في الموضوع. اتاكد ان حاجتك شغاله. الناس اللي بتشتغل برايفت الحاجات بتبقى في البرايفت اي كلام، وفي الحكومه اي كلام برضه. بس اتاكد ان الاجهزه بتاعتك شغاله كويس. تمام. طيب انا دلوقتي اهم حاجه بالنسبه لي، الاهم من المعلومه انك تكون راكز وواقف على رجليك كده، وما تتوترش، وما تكونش مبين للعيان ولا المراقبين اللي معاه قد ايه انت مش عارف مثلا، او تايه، او مش عارف تاخد قرار. انت مش مهم تشخص، ومش مهم حتى تعمل حاجه، بس انك تكون واقف على رجليك وما تبينش انت كده كده اصلا هتعمل مانجمنت. تمشي بخطوات مسيستمها في دماغك، هتوصل لحاجه. حتى لو هتتعامل طوارئ بحاجات بسيطه، ان ده الهدف اصلا من الاستقبال. انت بتتعامل لحد ما يتحول عياده، لحد ما يطلع عنايه، لحد ما يروح، لحد ما يروح التخصص بتاعه. فانت مش مطالب انك تعمل ايه، مانجمنت كامل للحاله كلها. انت بس بتشتغل شغل الطوارئ، وده اللي احنا بنشتغل عليه اصلا. ما يهمناش بقى التفاصيل الصغيره قد ما يهمنا اكتر انت ازاي تعمل مانجمنت للحاله وانت واقف على رجليك وثابت كده وما تتوترش. الصفحه اللي قدامكم اللي هي الاي بي سي، صح؟ اللي هي سلايد 4 ايوه يا دي. دكتور. تمام. بسم الله. الاي بي سي بقى يعني ايه اصلا؟ انت عايزك تبقى عارف انك الاي بي سي الغرض منها اصلا انك تعرف الفيتال بتاع العيان. يعني ايه؟ يعني تشوف العيان ده الفيتال ستيبل ولا مش ستيبل، عشان نعرف نتعامل معاه ازاي. عيان جاي لك مغمى عليه، جاي لك في كوما، جاي لك في حادثه، جاي لك الناس شايلينه وقاموا رامينه على السرير قدامك كده. فانت اول حاجه اي بي سي. كل حرف ليه حاجه. يعني الايه اللي هو ايه؟ الاير واي. البي البريسنج. السي السيركيوليشن. هنشوف واحده واحده دلوقتي. تمام. طيب زي ما بقول لك هنا، انت اهم حاجه تكون ثابت واقف على رجليك، ده اللي يهمنا اكتر. ما ترددش، ما تبينش اللي قدامك انك مش عارف. كده كده حالات كتير هتعدي عليك وانت مش عارفها اصلا. تمام، ده طبيعي. مش محدش بيبقى عارف كل حاجه. طيب نمسك، احنا نشرح بسرعه بقى، واللي عنده حاجه يكتب لي على الشات او يعلق، وانا احنا هنعيدها تاني. الاير واي. الاير واي يعني ايه؟ العين اشوف المجرى التنفس بتاعه مفتوح ولا لا. طيب العين اصلا لو داخل لك ماشي على رجليه وبيتكلم معاك السلام عليكم وعليكم السلام، ازيك يا دكتور انا حاسس بكذا، خلاص هو بيتكلم، مجرى الهواء بتاعه مفتوح، دي ما فيهاش مشكله. طيب العيان جاي لك في كوما او مغمى عليه او في حادثه او بتاع، انت او جاي لك مش قادر ياخد نفسه ايا كان،
انت تبص في بقه، تفتح بقه تبص في بقه في افرازات ولا لا، في جسم غريب ولا لا، في فورم بادي ممكن يكون اصلا عامل اوبستراكشن، انت تبص على كده. طيب بتشوف الجلاسكوما سكيل، وهنعرفها دلوقتي الجلاسكوما سكيل نحسبها ازاي. طبعا هو ليه سكور كده، اكيد احنا سمعنا عنه قبل كده. السكور بتاعنا لو اقل من 8 بنده هنا بالتخدير او نهى بالعنايه، وانت لو بتعرف تيب بتدخل اندوتراكيال تيوب. هنشوفها دلوقتي في اخر السلايد. طيب بتشوف اي حاجه على علامات الجلد حوالين رقبه العين ولا لا، في علامات حرق مثلا، في اي اختناق. تمام. اي حاجه تسبب اوبستراكشن اير واي انت بتدور عليها. يبقى يهمني اول حاجه العيان بيتكلم معايا، يبقى ايه مجرى الهواء بتاعه مفتوح، الاير واي بتاعه سليم. طيب مفيش، ابص في بقه، امد ايدي كمان على فكره، ابص في بقه، اشوف في فورن بادي ولا لا، في حاجه سادة مجرى الهواء بتاعه ولا لا. اشوف حوالين رقبته من بره في حرق، علامات حرق، علامات اختناق، تبقى علامات زرقاء، لف حبل مثلا على رقبته، اي حاجه من الحاجات ديت، حاجه تكون قافله الاير واي. تمام. يبقى اول حاجه من الاي بي سي هي الاير واي. بعد كده البريسنج، النفس بتاعه. احنا طبعا ايه هنقيس الريسبيراتوري ريت. بنقيس الريسبيراتوري ريت ازاي؟ انت تبص على الشيست بتاع العيان، بيطلع وينزل بيطلع وينزل، الطلعه والنازله بتعدها عده واحده. تمام. الطبيعي بتاعك ما يزيدش عن ايه 20 او 25. لقيت اكتر من 25 يبقى الريسبيراتوري ريت عندك عالي، ممكن يخش في ريسبيراتوري ستريس. تمام. طيب آه هتسمع صوت العين بالسماعه، تجيب السماعه. انتوا عارفين حالات النيموثوركس اصلا، يعني التولانج مثلا هم، انت عندك حاجات النيموثوركس هنقولها كده في الكورس برضو. هتلاقيك بتحط السماعه هنا تلاقيك مش سامع حاجه، او صوت ضعيف قوي. تحط السماعه في الناحيه التانيه تلاقيك سامع كويس. حالات النيموثوركس، حالات النيموثوركس بقى فيها انواع بتاعتها، بس انت لو لقيت في فرق في الصوت اللي انت سامعه اللي داخل اللنج دي عن اللي داخل الناحيه التانيه، يبقى في مشكله هنا. انت لسه بتقيم الفيتال بتاع العيان. طيب تسمع الرونكاي او الكريبيتيشن اللي هنشوفها زي دلوقتي في حالات البالونه القديمه، صوت كركره كده شيشه، صوت تزييقه في حاله الازمه. بتشوف الريسبيراتوري ستريس. ايه هي علامات الريسبيراتوري ستريس اللي انا بلقطها اول ما اشوفها اجري اتصرف على طول؟ ريسبيراتوري ستريس، التاكيبنيا، النفس سريع جدا فوق ال 20 او 25. الجرانتنج اللي هو العيان بينت كده، لو شفت عيل صغير تلاقيها مشهوره فيهم كده، بيعمل صوت كده زي ايه، صوت غريب كده زي انين كده. تمام. سيانوز، علامات سيانوز مثلا ديت من علامات الريسبيراتوري ستريس. طيب انا لقيت حاله ريسبيراتوري ستريس قدامي، نفس سريع وسيانوزد وبيجرانت معايا وتكبنا وكل حاجه، اعمل ايه؟ بص في حاجه اسمها هيد تلت تشين ليفت. هجيب لكم فيديو لها دلوقتي، انا انت مجهزه تحت اهو. بصوا الهيد تلت تشين ليفت اللي هو ايه، سمعنا في الصوت ده، اللي انت بتمسك ايدك تحطها على الفور هيد بتاعت العيان، والايد التانيه على الماندبل كده وعند التشين وترفعها لفوق. تمام. انت بتفتح بدي ايه، تفتح الاير واي هنا اصلا. لو انت عندك سبيرتو سيستم بتفتح الاير واي، خصوصا للناس اللي جايه في حوادث او كده. بس خلي بالك، خلي بالك ان لو جاي في حادثه وانت شكيت في سيرفايكال انجري ايا كان، ما تعملش الحركه دي. تعمل حاجه اسمها جوس راست، اللي انت بتمسك الماندبل كده وترفعه. ثواني يا جماعه كده. تمام معاكم يا جماعه. بصوا يا دكاتره، ريسبيراتوري ستريس انت خلاص لقيت علامات اللي بتاعت الريسبيراتوري ستريس اللي هي تاكيبنيك وسيانوز وجرانتنج. انت بتبدا تتصرف، تعمل حاجه اسمها هيد تيلت تشين ليفت، اللي هو بتحط ايدك على الفور هيد والايد التانية ايه على المندبل عند الدقن كده وترفعها لفوق، تفتح مجرى التنفس بتاعه. تمام. طيب لو جاي في حادثه وشك في سيرفايكال انجري انت بتعمل ايه؟ بتعمل الجوس راست. طبعا في المستشفى انت بتتيب يعني العيان، بس انت بتتصرف لو انت واقف لوحدك في الاستقبال. يبقى خلصنا من الاير واي، خلصنا من البريسنج. خش على السي اللي هي السيركيوليشن. السيركيوليشن عندي يهمني ايه؟ يهمني الضغط والنبض. تمام. البلاد بريشر بتاعي ويهمني النبض. آه البلس بتاعي انا هحس الكاروتيد بلس، هحس الكاروتيد. زي ما قلنا في الدياجنوز اوف ديس، انت بتجيب ايدك تحس الكاروتيد ارتري لمده 10 ثواني، مش لحظه وتسيب ايدك، لا لمده 10 ثواني. لقيت البلس مش موجود خالص، انت طبعا
دماغك بتفكر في كذا حاجه تانية، تبدا تشوف الحاله ديت في كوما ولا في ديس ولا ايه. تمام. الهارت ريت لقيته عالي، انت بتسمع الهارت ريت عالي اعلى من 100، بتشوف التاكيكارديا ديت هو اصلا منتظم ولا مش منتظم، وتبدا تحس البلس وتعمل رسم قلب. تمام. يبقى احنا عندنا الاير واي، البريسنج، السي السيركيوليشن، بس الضغط والنبض. الضغط طبعا يا عالي واطي كده، لسه هناخد برضو الهايبرتنسيف كرايسيس برضو، لو عالي هتصرف ازاي ولو واطي هتصرف ازاي في ايه في بقيه المحاضرات. طيب تعال نشوف بقى الجلاسكو كوما سكيل. الجلاسكو كوما سكيل لازم نتعلمها مع بعض كلنا، يعني المفروض سواء في عنايه سواء في طوارئ، اي حاجه كله بيتعامل بالجلاسكو كوما سكيل. طيب آه انا جايب لكم فيديو له اصلا، بس هنقولهم على السريع الاول. انا عندي ثلاث حاجات: اي اوبننج، والفيربال ريسبونس، والموتور ريسبونس. طيب بس انا هكبر لكم الصوره دي كده. رحنا فين؟ تمام. عندنا ايه؟ الاي اوبننج، وعندنا الفيربال ريسبونس، وعندنا الموتور ريسبونس. الثلاثه دول. الاي اوبننج السكور بتاعها من 1 ل4. الفيربال السكور بتاعها من كام؟ من 1 ل5. تيجي على الموتور السكور بتاعها من 1 ل6. التقييم كله اصلا 15، انت بتديله درجه من 15. تمام. هنحسبها ازاي بقى؟ انت جاي لك دلوقتي داخل عين عليك، هنمسك الاي اوبننج دلوقتي. انت داخل عين عليك، انا هجيب لكم الفيديو اهو ونشرح عليه عشان نبقى مع بعض. دقيقه 2، الناس لسه بتدخل معانا. بصوا يا جماعه، هنشوف الاي اوبننج. احنا قلنا السكور بتاع الاي كام؟ من 1 ل4. طيب اول حاجه سبونتينوس. يعني ايه؟ يعني هتلاقي العيان داخل عليك اصلا مفتح عينيه وقاعد يبص على اللي حواليه، يبص على الاستقبال، يبص في العنايه، شايف الناس اللي حواليه. ده خلاص هياخد سكور 4 من 4. هو فايق اصلا، مش جاي لك مغمض عينيه، لا هو جاي فايق ويبص حواليه وعارف الناس اللي حواليه، ما فيش منه مشكله خالص. ده بياخد سكور 4. تمام. الاي اوبننج بنسبوتس. طيب هو جاي اصلا مغمض عليه، مغمض عينيه، انت بتنده عليه بيستجيب للصوت، يقوم مفتح عينيه، ياخد 3. يعني هو جاي لك مفتح عينيه ويبص حواليه خلاص. لا، فبتنده عليه بيقوم مفتح عينيه ياخد 3. طيب بيستجيب للألم، بسبونت البين او البريشر، بتضغط عليه او بتضغط على ضوافره يبدأ يفتح عينيه، ده ياخد سكور 2. ما استجابش لأي حاجة ياخد 1. ما عندناش صفر أصلا في الجلاسكوما سكيل. طيب يبقى أنت بالترتيب كده: هو مفتح عينيه ياخد 4، بيستجيب كده بيستجيب للصوت للساوند او بتنده عليه خلاص ياخد 3. طيب هو لما فتح عليه وناديت عليه اصلا وما استجابش ليك، بتقوم جاي قرصه. في ناس بتقرص من النبل، في ناس بتضغط على ضوافره، في ناس بتضغط بايدها كده بقبضه الايد على صدره، على الاسترنم. استجاب ليك خلاص ياخد 3، ياخد 2. ما استجابش خالص يبقى ياخد ايه؟ ياخد 1. ده بالنسبه للاي اوبننج. نشوف الفيربال بقى. الفيربال قلنا من كام لكام؟ من 1 ل5. الفيربال من 1 ل5. يا اما برضه اورينتد يا واعي وشايف الدنيا، يا اما كونفيوزد وتايه. تمام. يا اما مش بيستجيب خالص، يا اما بيقول اصوات غريبه. طيب ياخد سكور 5 امتى؟ لو فايق وواعي وبيتكلم معاك، هتلاقي داخل عليك كده: ازيك يا دكتور، انت عامل ايه؟ تساله انت اسمك ايه، يقول لك انا اسمي الحاج فلان. مين اللي معاك دول؟ يقول لك دول ولادي. احنا بالنهار ولا بالليل؟ يقول لك احنا بالنهار. تمام. يبقى هو ده ايه؟ ده اورينتد وفايق معانا. تمام. طيب. طيب لو كونفيوزد، لا خلاص يبقى اورينتد، ياخد سكور كام؟ هياخد سكور 5. تمام. طيب لقيته مش فايق ومش واعي، وتبدا انت تتكلم معاه، تساله: انت ساكن فين يا حاج؟ يقول لك انا اسمي محمد. انت انت بالراحه كده، احنا لسه عندنا كونفيوز. انت اسمك ايه؟ يقول لك انا ساكن في الحته الفلانيه. مين اللي معاك دول؟ يقول لك الحمد لله. اللي هو انت بتساله سؤال بيرد على سؤال تاني، هو كونفيوزد اصلا، هو مشوش. ده بياخد سكور 4. تمام. اللي بعد كده الوورد. يعني ايه اللي هو ان ابروبريت وورد؟ اللي هو بتقول له كلام، آه مثلا تقول له اسمك ايه يا حاج؟ يقول لك خير خير خير.
تقول له انت عامل ايه؟ يقول له مين اللي معاك؟ احنا النهارده ولا بيه؟ يقول لك يا عم اوعى اوعى، لا حتى بيقولش يا عم، هو بيقول كلام كده اللي هو اوعى اوعى، خير خير. تمام؟ هو بيقول كلام عشوائي ملوش علاقه ببعضه اصلا. دي ان ابروبريت وورد، اللي هو يعني الفرق بينها وبين الكونفيوز، الكونفيوز بيرد على اجابه سؤال بس باجابه تانيه خالص، اسمك ايه؟ يقول لك احنا بالنهار. الان ابروبريت وورد ده بيقول كلمات يعني مثلا خير خير، انت يقول لك اوعى اوعى كده، هو بيكرر كلام كلام بس مش بيرد على السؤال بتاعك، ملوش علاقه اصلا، كلام عشوائي كده ملوش علاقه ببعضه حتى. ده ياخد سكور 3. طيب لو انكمبرهنسيف ساوند يعني اللي هو السكور بتاعها 2، بتيجي بعد كده ان هو بيطلع اصوات مش كلمات. دي هنا ساوند بقى، مش التاني كده خير خير اوعى اوعى، ديت اصوات اللي هو ايه، زي تلاقي قاعد يعمل كده، تلاقي قاعد في العنايه يعمل كده ده السكور بتاعه 2. تمام؟ ما استجابش لاي حاجه طبعا بياخد ايه؟ بياخد 1. يبقى ده الفيرب ريسبونس، السكور بتاعه من 1 ل 5. تمام؟ الفيديو بس اللي بعده. اه طب هقول لك حاجه، لو العين على تيوب مثلا، العين متركب له اندوتراكيال تيوب، طبعا لا هيعرف يرد ولا هيعمل حاجه اصلا، مش هيتكلم ازاي من تحت الماسك اصلا، من تحت التيوب، من التيوب قصدي، هيعمل ايه؟ فانت بتحسبها ايه السكور بتاعه في وقت التيوب 1. يعني مثلا لو الجلاسكو اصلا كله 6 مثلا او 7، 6 او 8 مثلا، هتقول ايه 6 اون تيوب او 6 تي، مش هحط جنبها حرف التي، يعني اصلا الفيربال ايه تي، الفيربال بنبقى عارفين اللي هو ايه، يا اما تكتب بلس 1 دي معناها كده، بس الاغلب بيكتب تي يعني ايه على تيوبه يعني، لما بتركب انتركيل تيوب ده بالنسبه للفيربال، لو متركب له انتركيل تيوب، لان انت اصلا بتدخل عيان العنايه هو اصلا متضايق، فانت بتشوف الجلاسكو بيتحسن ولا لا. فانت لما تيجي تحسب هتكتب تي، لان بتبقى عارف ان التذكره بتاعته اللي بتسلم الدكتور اللي بعدك عارف ان هو متركب على تيوب. تمام؟ بقينا اخر حاجه اللي ايه الموتور ريسبونس. طيب الموتور ريسبونس ايه عندنا؟ في حاجه اسمها اوبي ولوكالايزد بين وويزدرول وابنورمال فليكشن وابنورمال اكستنشن. طيب الاوبي يعني ايه؟ يعني انت تقول له ايه، هو اصلا بيسمع الكلام بتاعك ومطيع كده وبينفذ الاوامر، ارفع ايدك تمام يرفع ايده، ارفع رجلك اليمين يرفع رجله اليمين، ارفع رجلك الشمال يرفع رجله الشمال، يبقى هنا بيستجيب معاك، ده هياخد سكور 6. طيب ننزل شويه ما بيستجيبش معاك، بس ايه، لما تيجي تدوس تقرصه او تضغط على حته في جسمه يبعد ايده، يبعد ايدك بايده كده، ده ايه بيستجيب للوكالايزد بي، بياخد سكور 5. طيب الوز درو بقى زي الصوره بالظبط كده عشان اعرف لكم الحته ديت، السكور الاربعه اللي هو لما تقرص العين مثلا في حته في جسمه تلاقيه بيشد بايده او بيبعد جسمه بعيد عن الالم، مش زي اللوكالايزد بين اللي هو بيمسك ايدك ويرفعها يزقها، يعني شوفوا ديت اللوكالايزد بين هتلاقيه بيعمل ايه، تيجي تقرصه كده تلاقيه هو بايده يزق ايدك بعيد، لا دي الوز درو، اللوكالايزد بين اهي، انت بتدرك هو بيزق ايدك خلاص بياخد سكور 5. امال هو ملوش دعوه بايدك خلاص، ملوش دعوه بمكان القلم وبيسحب جسمه بعيد او بيسحب ايده بعيد، دي الويزدرو ياخد 4، ويزدرو فروم بي. طيب بينا سكور 3 و2. تمام؟ دي الويزدرو. 3 يعني ايه؟ لما تيجي تقرص تقرص العيان او تضغط على حته بيضم ايده على بعضها كده زي الصوره كده، ياخد سكور كام؟ 3. ابنورمال فليكشن. طيب الابنورمال اكستنشن، هو بيحط ايده جنب جسمه ويلفها يلف ايده ناحيه بره كده بس، بياخد 2. ما استجابش لاي حاجه ياخد ايه؟ ياخد 1. يبقى الجلاسكو تاني، الجلاسكو تاني، خلصنا من دي كده، نرجع نجيب الجلاسكو تاني، يا اما ايه اي اوبننج يا فيربال يا موتور. الاي السكور بتاعها من 1 ل 4، الفيربال من 1 ل 5، الموتور من 1 ل 6. تمام؟ دي 6. طيب آم، عرفنا الاي اوبننج بياخد يا اما 4 3 2 1، 4 لو تلاقيه فايق ومفتح عينيه وقاعد بيتفرج على الناس اللي حواليه. طيب لو مش كده انت بتنده عليه بيقوم مفتح عينه وباصص لك ياخد 3. طيب مش مفتح عليه، ندهت عليه ما استجابش ليه، ضغطته او قرصته او عملت فيه اي بين يعني، تلاقيه مفتح عينيه ياخد 2، ما استجابش ياخد 1. الفيربال تاني يا اورينتد يا كونفيوزد، يا ان ابروبريت وورد يا كومبريهنسيف وورد يا ما فيش استجابه. الاورينتد خلاص هو داخل وفايق واعي بيتكلم معاك كويس، سالته اسمك ايه يقول لك انا فلان الفلاني واللي معايا دول ولادي واحنا جايين لك المستشفى، هو عارف كل حاجه، بياخد سكور 5. كونفيوزد العين تاه ومشوش، تقول له انت ساكن فين؟ يقول لك انا اسمي كذا، تقول له يا باشا احنا النهار ولا بالليل؟ يقول لك انا عندي ولد اسمه كذا وعندي بنت اسمها كذا. تمام؟ بياخد سكور 4.
الابل والريت وورد ياخد سكور 3، اللي هو بيقول كلام عشوائي ملوش بعض، ملوش علاقه ببعض، يقول لك خير خير اوعى اوعى، انت قاعد بتتكلم هو اصلا مش مركز معاك. تمام. طيب الانكمبرهنسيف ساوند اللي هو بيطلع اصوات زي الانين كده، تمام، بياخد سكور 2. النو ريسبوند خلاص ياخد 1. طب الموتور السكور بتاعه من 1 ل 6. اوبي يعني خلاص بينفذ، ارفع ايدك ارفعها، نزل رجلك، هات ايدك اليمين هات ايدك الشمال، سلم عليا سلم عليك، ده ياخد سكور 6. طيب لوكالايزد بين بيستجيب لوكالايزد بين، يعني لما تيجي ترقص عليه في اي مكان يقوم ايه، يقوم يحرك ايده كده عشان يبعد ايدك، انت يزق ايدك بعيد، ياخد سكور 5. طب تقرصه بس ويز درول بيسحب ايده بعيد، او بيسحب بيشد جسمه بعيد عن القلم كده، ياخد سكور 4. ابنورمال فليكشن، عشان اوريها لكم الابنورمال اكستنشن تاني، مش الصوره دي، ده الابنورمال فليكشن اللي هو ايه، بيقرب ايده من بعضها كده، الابنورمال فليكشن ده بياخد سكور كام؟ 3. الاكستنشن ايده جنب جسمه كده وبيلف ايه ايده الناحيه التانيه، abnormal extension للليتل response دي. تمام. خلاص مفيش ريسبوند بياخد 1. طيب ده بالنسبه لايه جراسكوما سكيل. طب انا هجمع السكور بتاعي بقى، السكور بتاعي مش عايزين ورقه فاضيه، احنا السكور بتاعنا من كام؟ 15. دي السكور بتاعنا من 15 صح؟ طيب دلوقتي لو 13 فما فوق لحد 15 ده حلو قوي، ده كونشس واعي وفايق وزي الفل. طيب لو من 9 ل 12 ده ايه؟ سيمي كونشس. تمام. طيب تيجي بقى من 3 ل 8، احنا قلنا 8 فاقل انت بت ايه بتركب الاندوتراكيال تيوب، النادي بتاع التخدير يركب هنا بيتيب وتحط على كاس تنفس صناعي. طبعا 3 ده يبقى ايه؟ ده داخل في ديب كوم. ديب كوم ده الجلاسكو خلاص كده معانا. وما ننساش اللي بيبقى بتركب على التيوب تحط جنبها حرف الدي. يبقى احنا خلصنا كده الاي بي سي على السريع، اير واي بريسنج سيركيوليشن. الاير واي لو بيتكلم والمجرى هواء مفتوح خلاص، لو ما بيتكلمش وبيمهم عليه وكده، انت بتشوف الافرازات، بتبص جوه بقه وتشوف في جسم غريب ولا لا، بتبص على رقبته من بره، على الجلد في اختناق في حرق. تمام. طيب البريسنج بتعد الريسبيراتوري ريت، بيشوف داخل في ريسبيراتوري ستريس ولا لا، لو اعلى من 25 او اعلى من 20 ده كلينيك بتحطه جري على الاكسجين اصلا. تمام. لو تسمع بالسماعه تشوف من كل ناحيه، في ناحيه صوت فيها مش موجود او مش مسموع زي حالات النيموثوركس مثلا، تسمع الاصوات في كريبتيشن، في ويزي، في رونكاي. تمام، زي حالات الاكيوت ازمه. طيب السيركيوليشن بتقيس الضغط والنبض، قلنا الضغط لو عالي او واطي هنتصرف ازاي، النبض بتاعي بتشوفه ريجولار ولا irregular. وهنشوف دلوقتي حالات الاريزميا في الاي سي جي، ونتصرف ازاي في حالات البرادي اريزميا والتاكي اريزميا، والجلاسكوما سكيل زي ما قلنا دلوقتي. كده حد عنده مشكله في الاي بي سي؟ عشان نخش بعد كده في رسم القلب. تمام يا دكاتره كده، اكتبوا على الشات حتى لو حد عايز حاجه نعيدها تاني. احنا معانا 10 دقايق لسه نقول فيهم مقدمه رسم القلب قبل ما ناخد نص ساعه تانيه لرسم القلب، عشان احنا عايزين نركز على رسم القلب اهم. الاي بي سي انا بعملها ليه؟ بشوف العين بتاعي ستيبل ولا مش ستيبل اصلا، الفيتال بتاعه نظامها ايه. لو في افرازات او حاجه سد مجرى الهواء انت بتطلعها بايدك، يعني انت لو شايف اصلا، لو شايف ما هو اصلا لو في افرازات هتلاقي اصلا السكور بتاع جلاسكو اصلا دلوقتي مثلا اقل من 8. انت ممكن في حاجه اسمها بتشفط الافرازات في الاستقبال. تمام. بجهاز الشفط بتركب التيوب عشان تفتح مجرى الهواء. آه، هي حالات الغرق على فكره انت بتبص هتلاقي في حاجات جوه بقه اصلا انت بتطلعها بايدك، ده لو انت مش في المستشفى، انت في المستشفى بتدخل تيوب. مش لازم تكون بعرف تتيب، مش كل الناس اللي في الامتياز او اللي واقف في الاستقبال بيعرف يتيب، انت كده معاك عنايه دايما في المستشفى، بتنادي بتاع العنايه بيتيب. اصلا الترتيب مش سهل يعني، فانت نادي العنايه ده للتخدير، العنايه هتلاقي متوفر دايما معاك، لان اغلب حالات الاستقبال اصلا انت بتستعمل مع 10 دقائق ربع ساعه بكتير وتلاقي اصلا بعتها العنايه.
عماد العناية على طول هيتيب الحالة، هينزل يتيب الحالة. اصلا الحالات دي بتتبقى متبلغ قبلها، انت عارف لو حادثه مثلا او حد مغمى عليه تلاقي اصلا متبلغ قبلها. لو مكان صغير ومفيش عناية انت خلاص لبست العيان. مفيش هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتشتغل مثلا ماوس تو ماوس بريسنج مثلا هتشتغل هتشتغل سي بي ار يعني، اصل انت هتتعب العيان لو مش عارف احسن لو مكانه ما فيهوش جهاز تنفس صناعي ما فيش حاجه. انت بتتعامل بقى، تحط على الاكسجين، تحط على الاكسجين 100% بقى، حط على الاكسجين واسعاف توديه اقرب عنايه ليك، اقرب مستشفى صحه واقرب مستشفى فيها عنايه. بس الحالات دي ما بتجيش يعني انت لو نازل برايفت مثلا الحالات دي مش هتيجي اصلا من الاماكن الصغيره. الحوادث والحاجات المغمى عليها والحاجات دي مش هتجي لك اصلا المستشفيات الصغيره، او مش هتجي لك المستوصفات عموما، مش هتجي لك البرايفت في الاخر. الحاجات دي هتشوفها في المستشفيات الكبيره. مش كل الحاجات تجي لك مغمى عليها، انا كل الحاجات تجي لك حوادث، يعني ده يبقى شيفت فقر لو الحوادث كلها جات لك في شيفت واحد. طيب نخش على الاس جي. في ناس بتخش وتطلع كل شويه. انت لو الصوت واضح والدنيا تمام، عشان يعني لو في مشكله قلنا على طول يعني تمام. احنا نخش على الاس جي على السريع بقى كده عشان ناخد المقدمه قبل ما ناخد حالات الاس جي بتاعت الاستقبال، عشان عندنا لسه شيستمين وشيستمين كبير برضه. طيب نتوكل على الله. الاس جي احنا قلنا امبارح الاس جي ايه؟ انا عندي 4 ليدز آه والست بتوع الشيست. قلنا بيتركبوا ازاي، انت كده معاك التمريض هو اللي بيركب الحالات اصلا. قلنا على الناحيه اليمين بتركب هتلاقي بحاجه زي المشبك كده بتحطها في الايد اليمين لونها احمر، والرجل اليمين لونها اسود. احنا قلنا اللي هو نار وطفيناها. الناحيه الشمال صحراء وخضرناها اللي هو لون اصفر في اخضر. تمام. والشيسترين مترقمه اصلا 1 ل 6. طيب ده كله ما يهمناش، اللي يهمنا ورقه رسم القلب. ورقه رسم القلب عباره عن مربعات كبيره، مربعات كبيره جواها مربعات صغيره. ها ده مربع كبير اهو، ده مربع كبير، ده مربع كبير اهو. تمام. جواه اصلا مربعات صغيره، كل مربع كبير جواه 5 صغيرين زي اللي في الصوره ده، 1 2 3 4 5. وعرض 1 2 3 4 5. كل مربع كبير جواه ايه؟ متقسم 5 مربعات كبار و5 مربعات صغيرين. دي ورقه رسم القلب. طيب ورقه رسم القلب المفروض فيها ايه؟ فيها ويفز مرسومه. الويفز ديت اول ويف عندنا البي ويف، اللي هي البي ويف. اللي بعدها على طول كيو ار اس. لازم تعرف ان الكيو دايما قبل الار، والاس هي اللي بعد الار. تمام. هتعرف ليه الكلام دلوقتي. وبعد كده التي ويف، يعني البي، بعد كده كيو ار، الاس، بعد كده التي ويف. ده الترتيب الطبيعي وده النورمال زي اللي احنا موجود دلوقتي اهو. قلنا ايه عشان أكبر لكم. اهي ده البي، بعد كده كيو ار، كيو ار اس، بعد كده تي. انا طبعا عامل بتاع دي غلط. ده البي اهي، وده الكيو ار اس، ده الار، البي كانت تولد الار، واللي تحت الاس دي الكيو. كيو اصلا انت غالبا مش هتشوفها اصلا. ودي التي. يبقى الويفز بتتكرر معايا بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي. تمام. ده النورمال ايه؟ النورمال ريزم اللي انت بتشوفه اصلا في في ورقه رسم القلب. طيب احنا قلنا الاول عشان اتاكد ان ورقه رسم القلب او الجهاز اللي معايا شغال ولا لا، كويس ولا لا، ازاي بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها ستاندرايزيشن، حاجه اسمها كونكشن. يعني ايه؟ بشوف التوصيل بتاع الجهاز بتاعي كويس ولا لا، وبشوف التوصيل بتاعي كويس ولا لا. طيب بعمل ايه؟ هتلاقي ورقه رسم القلب في الاول كده. الورقه اصلا الجهاز راسم لك العلامه دي، العلامه دي اللي انا حاطط عليها دايره دي، الجهاز راسمها لك. العلامه دي طولها مربعين كده، وعرضها مربع. تمام. طيب الحاجه التانيه اللي ابص عليها ايه؟ الحاجه التانيه اللي ابص عليها الكونكشن. عايز اجيب الرسمه دي كونكشن. ببص على البي ويف. البي ويف اهي، البي ويف هنا والشال فين؟ لفوق اهي، هنا والشال فوق. ليد 1. على الاي في ار هتلاقي كله مقلوب، انت تبص على البي ويف هتلاقي ايه؟ اهي والشال تحت عامله كده اهي، والشال تحت. خلاص الكونكشن بتاعي تمام. خلاص كده مش هنطول في الحاجات الصغيره ديت. تمام. احنا دلوقتي نبدا بايه؟ في اهم حاجه انا هعمل ايه اصلا في رسم القلب. يعني هنبص على كذا حاجه. تمام. هبص على الريت والريزم، هبص على البي ويف، هبص على الكيو ار اس، هبص على الكيو لوحدها، هبص على الاس تي سيجنال، هبص على الحاجات الاريزميا اللي اشهرها الاي اف والاس في تي. تمام. الحاجات ديت
هنشوفها بنقراها ازاي ونتعلم نعمل لها مانجمنت ازاي. دي اصلا اغلب حاجات الاستقبال اصلا، يعني 90% من حاجات الاستقبال اصلا شيست بين، وشيست بين انت بتعمله رسم قلب كده كده. طيب ازاي نحسب الريزم بتاعنا؟ الريزم بتاعنا يعني ايه؟ يعني اشوف الريت بتاعي منتظم ولا مش منتظم، ريجولار ولا irregular. طيب اعرف ازاي؟ بص يا سيدي، انت هتعمل الاعراض بقى البيك الطويله اللي احنا قلناها ديت، هي دي الدليل بتاعنا دلوقتي اهي. نكبر. طيب ادي الار ويف، دي ار اهي، ودي ار، ودي ار. تمام. طيب هعمل ايه؟ اشوف المسافات اللي ما بين الار والار متساويه ولا لا. يعني ايه متساويه ولا لا؟ يعني عدد المربعات الكبيره اللي ما بين كل ار والتانيه زي ما بين الار والتانيه اللي بعدها ولا لا. يعني هنا ايه؟ ادي نص مربع اهو، وبعد كده مربع كبير اتنين تلاتة ونص، يعني حوالي واحد اتنين تلاتة ونص ونص، حوالي 4 مربعات. طيب تعالى لديت، ادي نص وبعدين واحد اتنين تلاتة ونص، يعني 4. ادي نص وواحد اتنين تلاتة 4 اهي. هنا برضه نفس الفكرة، هنا نفس الفكرة، نص وواحد اتنين تلاتة ونص 4. هنا كله ايه؟ 4 4 4 4، نفس عدد المربعات الكبيرة ما بين كل ار وار، بين كل قمة وقمة، يبقى ده ايه؟ منتظم معايا. طيب لو مش منتظم تعرفوا ازاي؟ بص على دي كده، دي ار اهي، او مش شد خط كده في القلم، واشد خط على الار اللي بعدها، واشد خط على الار اللي بعدها، وهكذا. واجي اعد عدد المربعات اللي بينهم، ودي كام؟ ادي واحد اتنين تلاتة 4 ونص، قول 4 ونص او 5. هنا كام؟ ادي نص اهو، واحد اتنين نص، يعني حوالي 3. هنا كام؟ ادي نص، ادي واحد اتنين تلاتة 4 5 ونص، يعني حوالي 6، وهكذا. هل عدد المربعات ما بين الار والار متساوية؟ عدد المربعات، ادي مربع اهو، ادي مربع اهو. هل عدد المربعات متساوية؟ لا، ده هنا 5 هنا 3 هنا 6، يبقى ده ايه؟ الريجولار. كده مش منتظم معايا. تمام؟ يبقى اعرف الريجولار والirregular ازاي؟ عدد المربعات ما بين الار والار لو منتظم نفس عدد المربعات يبقى خلاص كده ايه؟ ده ريجولار معايا. لو عدد المربعات مختلف ما بين الار والار يبقى ده irregular، ده ايه؟ مش منتظم. كده دي واضحة كده، عشان هو يفصل بعد ايه يا جماعة؟ هبعت لكم لينك تاني على الجروب عشان نكمل رسم الآلة. تمام؟ هيفصل بعد دقيقة، ويا ريت تدخلوا على طول عشان ما نتأخرش زي المرة الأولانية، عشان نلحق نكمل. لحد دلوقتي هي المعلومة المفيدة في رسم القلب دلوقتي هي اللي احنا قلناها دلوقتي. يا إما أعرف الريزم بتاعي ده ريجولار يا إما الريجولار. هيفيدني في إيه؟ هيفيدني بعد كده في حاجات بعد كده. ازاي احسب الريت، ازاي اعرف الفرق بين الاي اف والاس في تي. تمام. يبقى الريزم بتاعي يا ريجولار يا ريجولار، ونفس كده العدد المربعات الكبيره ما بين الار والار منتظم، خلاص مش منتظم يبقى ده irregular. تمام. احنا هنقفل ونبعت لكم اللينك التاني على الجروب دلوقتي. تمام. عشان باقي دقيقه ويقفل معانا. حد عنده اي حاجه في الدقيقه دي قبل ما يقفل؟ دكاترتنا نمتوا ولا ايه؟ كامل لحد دلوقتي يا دكاتره؟ طيب هبعت لكم اللينك على جروب التليجرام دلوقتي، ونكمل على طول.